هذا الأخ يتصل مباشرة، ما يريد يخسر الفلوس لأن يتصل من الخليج. تفضل من الخليج. السلام عليكم أستاذي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي فقط سؤال لأبو عائشة. تفضل. هل الله سبحانه وتعالى تدارك خطأ الرسول في صوتي يتردد ما أعرف شو المشكلة. كمل. نعم، يتدارك خطأ الرسول في صوتك واضح عندنا. أي ممتاز. في تأبير النخيل أم تركه؟ أحسنت، سؤال جيد. سجل أبو عائشة السؤال: هل النبي صلى الله عليه وآله تداركه الله تبارك وتعالى عندما أخطأ في تأبير النخل أو لا؟ أحسنت، شكرا جزيلا. شكرا. طيب تفضل أستاذ عثمان، معذرة قطعتك. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب يا حاج وائل. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. يقول لك الأمي النبي لا يقرأ ولا يكتب. يعطيني الدليل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين يعني النبي بعث في أمة لا تقرأ ولا تكتب. يعني هاي لا لحظة في أمة لحظة، يعني بعث في الأميين. شلون في الأميين وفيهم من يقرأ ويكتب ويسبك الشعر من أروع ما يكون، ولغتهم لغة فصحى؟ شلون أميين؟ عندهم معلقات وعندهم هج وعندهم غزل وعندهم غزل حميد. هذا الشعر يقوله أي أحد، ليس بالضرورة. شلون أبو عائشة شلون لما لزمهم أسرى النبي صلى الله عليه وآله طلب منهم أن يعلموا المسلمين؟ أحسنت يا سيدنا. النبي لما مسك الأسرى قال لهؤلاء الأميين اللي تقولون عليهم علموا شو اسمه 10 من الأسرى، فإذا هم يقرؤون ويكتبون. أحسنت أخونا عثمان. تفضل. طيب ربنا قال اقرأ، الرسول رد قال ما أنا بقارئ. أحسنت. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ هل معناتها هو ما بيعرف يقرأ ويكتب؟ أبو عائشة. نعم لا يقرأ ولا يكتب. نعم لا يقرأ ولا يكتب. نعم. طيب ما أنا بقارئ، ما أنا بذاكر، ما أنا بفاعل، معناته أنا ما بعرف أفعل. ما أنا بشارب، معناته أنا ما بعرف أشرب. هل هذه اللغة العربية التي تستندون عليها لما نقول ما أنا أي أمتنع عن الشيء وليس لا أعرف الشيء؟ القرآن حاج وعد نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى قال له لا تعجل به. والله يا أخ عثمان قبل شوف، أنا أنتفع من الآيات اللي جنابك وأبو كريم وكذا. أبو كريم أظن. شوف هذه النكتة اللي نحن نقف معه، يقول اتبعوا الله يقول اتبعوا فعل أمر. يا عثمان اتبع المرسلين، يعني امشي مع المرسلين. صحيح. اتبعوا النور الذي أنزل معه. أنزل شنو؟ مصاحبا لدعوته. ما في هذا من عندك يا شيخنا، هاي من عندك. من وين هذا التفسير؟ كيف أتيتم بهذا التفسير مع الدعوة؟ يا حاج يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يا حاج في عمر 30 نزل عليه شيء؟ نعم. هل في عمر 20 نزل عليه شيء؟ لا لأن الله تبارك وتعالى قال. أنا أجاوبك الذي كان مصاحبا لدعوته. أجاوبك لأن الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. زين، وين أنزل في ليلة مباركة؟ القرآن ما قال لا إنا أنزلناه في إنا أنزلناه في ليلة القدر، والثاني إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزله على من؟ كل القرآن بليلة واحدة على من؟ أنزله إلى السماء الدنيا. وإحنا شنو نستفاد من السماء الدنيا؟ أحسنت. ثم نزل من السماء الدنيا منجما. السلام عليكم. عليكم السلام أبو كريم. أدري شنو يعني أقول لك هو شنو خطوات يا أبو عائشة. ثم بعد ذلك أبو عائشة يعني على حسب الأحداث والوقائع، كل حادثة تقع أو كل شيء ينزل القرآن.
لحظة. القرآن اوكي لا لحظة عثمان الله يرحم والديك. الآن لحظة الآن القرآن نزل للسماء، النبي محمد صلى الله عليه وآله كان معه في السماء؟ لا، ما كان معه القرآن. هو يقول معه القرآن، يقول اتبعوا القرآن، اتبعوا يا عمي، القرآن يقول اتبعوا النور الذي أنزل معه. إذا قلت إنه النور الله تبارك وتعالى في السماء، حياك الله سيدنا الحبيب، حياك الله حبيبي، أن الله تبارك وتعالى في السماء، الله أنزل القرآن إلى السماء ومحمد معه، إذا الله أنزل محمد صلى الله عليه وآله، ما أنا ما أدري من أنزله، إنه أنزل إلى السماء، إنه من السماء أنزله إلى الأرض مراحل. إذا شنو عندنا شيخنا الله يبارك، عندنا برشلونة وريال مدريد يصعد على الربع النهائي، على النصف النهائي، على النهائي، شنو طوبة هي شنو؟ حجي فدي عندي سؤال. عندي سؤال حاج وائل. ربنا برضه بيقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يأتي إليك وحيه. الله يبيض وجهك. هو ما هيتعجل بقراءة القرآن قبل أن يقضي إليك وحيه. طيب إذا ما انقضى وحيه هو حيجيبه من فين؟ إذا هو أصلا معناه عنده، معناه القرآن معه، معناها عنده القرآن. يا أبو كريم تفضل أبو كريم. اي أبو عائشة، الله يطيب أنفاسك يا أخ عثمان، الله يرحم وجهك على هذا العقل النير. شيخ أبو عائشة ناوي تسمعني إن شاء الله. السلام عليكم. أبو كريم صوتك ناصي. منو عندنا؟ مولانا عمار سوي ميوت. صوتي ناصي؟ بس لحظة. لا الآن تفضل. أبو عائشة تسمعني أبو عائشة؟ صوتك بعيد مرة. الآن جيد. الصوت جيد؟ الآن جيد. زين. الآن كيف النبي استطاع أن يقرأ سورة البقرة لما جبرائيل نزل عليه؟ طيب أحسنت يا حاج أبو كريم. الآن أنا لن أشد عن الآية، خليكم معي نتدبر الآية. لا عائشة، النبي شلون استطاع أن يقرأ سورة البقرة؟ جبرائيل نزل بورقة لو رددها ردود. رددها ردود يقرأ في الدورات. لما قال له اقرأ نزل ورقة لو رددها ردود. ردد يعني جبريل يقرأ وهو يقرأ وراه. ترديد. أنت ردد ورايا. هلو هاو ار يو. أنا فاتبع قرآنه، يعني كان جبريل يقرأ وهو يقرأ. أدري اللي يردد وراه يحتاج يعرف قراءة وكتابة اللي يردد. هذه معجزة من معجزات الله عز وجل. لا اسمع سؤالي، أنا حقول لك كلمة يا أبو عائشة. I went to the market. ردد ورايا. I went to the market. لا ردد وراك أنا. أيوة ردد وراك. ردد إيه؟ أنت تعرف إنجليزي؟ أنا أردد وراك. أنت تعرف إنجليزي؟ أنا أردد وراك. مثلا أنت تقرأ أنا أقرأ. أدري اللي يردد ما يحتاج يعرف قراءة وكتابة، صح ولا لا؟ ما يحتاج. نعم ما يحتاج. اي زين. شلون يقول له ما نبي قارئ اذا هو يقول له اقرا؟ هذا معجزه صح يا جماعه، البغبغاء معجزه. الان استاذ ابو كريم لما يقول فاذا قراناه فاتبع قرانه، مو سؤالي هذا يا ابو عاشر. لما قال له جبرائيل اقرا كان نازل بورقه يقراه بعد ذلك. ابو عائشه مو سؤالي هذا، انا تعرف سؤالي جدا دقيق. لما اجى جبرائيل قال له اقرا كان ليش يقول لا انا ماني بقارئ؟ هو اذا فقط يردد مثل سوره البقره. احسنت وابدعت. لانه لما قال له اقرا، لما اقرا قال ما انا بقارئ، يعني انا رجل لا في القراءه ولا الكتابه. لا هو يريد ان يردد. يا شيخنا سؤال ابو كريم، جبرائيل لما قال له اقرا يعني رسول النبي الامي عندنا الذي لا يقرا امي يعني نسبه لام القرى. اكو هذه الاقوال وموجوده عندكم، لكن سؤال ابو كريم الان ذكي، بس اسمعني. هو مو لان نحن شيعه، احنا الغايه ندافع عن النبي. لما جبرائيل قال له اقرا معناه انه جبرائيل يعرف ان النبي يقرا ويكتب. اذا هو مساله الترديد فالترديد ما يقول له ما انا بمردد، ما انا بقارئ. يعني انا اقول له سيد ميثم
سيد ميثم قول يقول قول يقول قول نو يقول نو، قول شو يقول شو. الآن النبي الله قال له قول قال هي مو اقرأ باسم ربك سورة، اي غير يرددها وراء، ليش يقول له ماني بقارئ؟ بس شنو يعني شو؟ المهم الآن لما يقول المدرس للطلاب أنا سأقرأ وأنتم اقرأوا بعدي، أو اقرأوا بعد معي، يعني أنا أقرأ وأنتم اقرأوا معي، هذا غير، هذا يقرأ من كتاب لو يردد ترديد شفوي المدرس. يعني أنا سأقرأ وأنت قال أنا ما أعرف أقرأ ولا أكتب. إيه هذا في حال المدرس عنده كتاب وده يقرأ، أما المدرس يقول رددوا ورائي يرددون، ما يحتاج قراءة وكتابة. حتى الترديد يحتاج. عمي أنا أصحابي كنديين يقولوا لي شنو يقولون شهر رمضان مبارك، أقول لهم شهر رمضان يرددون وراي، لا يعرفون لا عربي ولا يعرفون الكتابة العربي. يا بت أبو كريم حتى الأخ عثمان يقول الببغاء من تسأله تبغبغ وياك، تردد لا تعرف تقرأ وتكتب. يعني ما هي معجزة حتى الببغاء تردد. يلا اطلع من هاي الحفرة أبو عاشة وبعدين أرجع لك. يعني أبو عاشة أبو كريم الأخ أبو كريم يقول لك ماذا يقرأ؟ هل يقرأ شيء موجود أم غير موجود؟ لا سيدني أنا هو قال يردد، أعطيتك ورقة وقلت لك أقرأ، فعلا تنظر إلى الورقة تقرأ. بينما إذا أقول لك ردد وياي ما تقول لي أنا ما أقرأ. أخرس أنت ما أخرس تردد. لا هو الأمر بالقراءة حينما يقول له اقرأ يقرأ شيء موجود وغير موجود. ما تقول لي وين لقيته. تفضل أخونا، حسبنا الله.